أفضل 10 أماكن سياحية موجودة في مصر. لو كنت ناوي تزور مصر، في فيديو النهاردة هقولك على أفضل 10 أماكن سياحية تقدر تجيها وتستمتع بيها في مصر. فخليكم معايا وتابعوني. في مصر، اوعى عمرك تزور مصر من غير ما تروح مرة واحدة على الأقل شرم الشيخ أو الغردقة أو حتى دهب أو طابة، وتعمل هناك دايفنج وتشوف جمال وروعة وحلاوة البحر الأحمر. وكمان اوعى ما تاخدش مركب لمدة نص يوم في البحر. كمان اوعى ما تاخدش رحلة سفاري في الصحراء. هتستمتع بالرحلة دي كتير وعمرك ما هتنساها. اوعى عمرك تروح سانت كاترين من غير ما تشوف منظر طلوع الشمس قدامك، وتطلع جبل سيدنا موسى عليه السلام، وتعدي على وادي طوى المذكور في القرآن، وتشوف المكان اللي سجد فيه سيدنا موسى عليه السلام لربنا في أعلى قمة الجبل. اوعى تروح اسكندرية عشان تنزل البحر وخلاص. اسكندرية واحدة من أجمل المدن في مصر، وهي عروس البحر المتوسط، وكمان يونان مصر. اسكندرية مش مجرد بحر وخلاص. اسكندرية فيها أماكن كتيرة جميلة جدا، زي عمود السواري والمتحف الروماني ومكتبة الاسكندرية وزنقة الستات وقلعة قايتباي وغيرها كتير كتير في اسكندرية. اوعى عمرك تروح تزور القاهرة عشان تشوف الأهرامات وأبو الهول وتركب جمل أو حصان هناك. في مدينة القاهرة حوالي 52 مكان سياحي رائع، من ضمنهم المتحف المصري، وهو أشهر متحف في العالم للآثار الفرعونية، والمتحف الإسلامي في القاهرة، وهو أحسن متحف إسلامي موجود على مستوى العالم. وكمان المتحف الحيواني اللي موجود في حديقة الحيوان، حاجة قمة في الروعة. وواحد من أجمل الحاجات الموجودة في القاهرة وهو برج القاهرة، هو أطول برج وأشهر برج موجود في مصر. واوعى تروح البرج من غير ما تطلع قمة البرج وتشوف جمال وروعة مصر من أعلى مكان في البرج. اوعى عمرك تروح البرج من غير ما تاكل في المطعم الدوار الموجود في البرج، وكمان تاخد مركبة في النيل. اوعى عمرك ما تروحش خان الخليلي، وهو واحد من احلى الاسواق السياحية الموجودة في مصر. اما لو كنت انت بتحب سياحة القصور، ففي مصر في قصور كتيرة، زي قصر عابدين وقصر السكاكيني وقصر المنستر لباشا وقصر البارون، وكمان قصر محمد علي باشا، وغيرهم كتير وكتير من القصور الموجودة في مصر. واوعى ما تروحش أكبر متحف إسلامي مفتوح على مستوى العالم، هتلاقيه موجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي. كنت جاي مصر للعلاج الطبيعي، فاوعى تيجي مصر من غير ما تروح سفاجة للعلاج الطبيعي في الرملة، أو حتى تروح عيون حلوان للمياه الكبريتية، أو حتى حمام فرعون أو السخنة، أو حتى تروح كهف الملح في سيوة، أو عيون المية المالحة الموجودة في سيوة. اوعى تسمع لأي حد يقولك ما تروحش مصر لأي سبب من الأسباب. مصر بلد من أجمل البلاد على مستوى العالم، والسياحة فيها كتيرة ومختلفة. هتلاقي في مصر أنواع سياحات كتيرة مختلفة، زي السياحة الترفيهية، وزي السياحة الأثرية، وزي السياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية، والسياحة الرياضية.
وغيرهم كتير وكتير وكتير من السياحات الموجودة في مصر. وادي الوشواش، وادي الوشواش واحد من أكتر الأماكن السياحية موجودة في مصر جمالا وروعة. فمنذ اللحظة الأولى لوصولك لوادي الوشواش هتحس إنك في جنة بيفوق سحرها وجمالها جزر المالديف أو جزر ماليزيا أو حتى جزر تايلاند. الوادي بيبعد حوالي 15 كيلو متر من مدينة نويبع اتجاه طابة، وقريب جدا من منطقة راس الشيطان. هتلاقي مية الوادي دافئة بسبب أحجار الجرانيت وجبال الفيروز اللي بتحيط بالوادي من كل اتجاه. بيتكون وادي الوشواش من 3 عيون مياه عذبة، بتستغرق 1.5 ساعة تسلق للوصول إلى عين المياه الأولى. عمق المية 8 متر، وهو واحد من أجمل الأودية الموجودة في مصر. اوعى تروح الأهرامات وتركب حصان أو جمل هناك، وده لأنهم بيدوك أسعار غالية جدا. لكن لو انت مصمم وحابب ان انت تركب حصان أو جمل في الأهرامات، من الأفضل انك تفاصل وتعرف الأسعار كويس قبل ما تركب جمل أو حصان في الأهرامات. اوعى تروح أي بازار في مصر عشان تشتري هدايا من غير ما تفاصل في السعر على قد ما تقدر، وحاول ان انت تشوف أكتر من كذا محل واعرف الأسعار الأول قبل ما تشتري الهدايا بتاعتك. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.